انت ايه مشكلتك مع البي دي اف يا مستر محمد؟ كل شويه تطلع لنا سكرين شوت، حد بيطلب منك البي دي اف ولا بقول لك لله يا جدع حرام عليك، الراجل عايز يتعلم ما فيش مشكله اديله البي دي اف. انا فاهمك الفرق ما بين البي دي اف وما بين الورق. الورق ده عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي طبعه بصور ورق للناس، واحد جه قبل ما يصور او بعد ما يصور وقام قايل لي يا مستر محمد انا معيش فلوس، اقول له اتفضل الورق ولا يهمك، مفيش اي مشكله خالص. وده بيحصل، الناس وصل لها الكتب لحد بيوتها بدون ما تدفع جنيه وممضيه. وفعلا مشكلتي مع مين؟ انا مشكلتي مع الشخص اللي بيجي يقول لي يا مستر محمد انا عايز الطبعه اللي انت بتصور بيها دهيا عشان انا افتح محل جنبك اصور الورق للناس. يا جدع لله حرام عليك. لا يا حبيبي، انت مالكش انك انت تطلب مني الطبعه، ولا ليك انك انت تطلب مني البي دي اف. البي دي اف ده المفروض ان هو عليه حقوق طبع ونشر. ايوه عليه حقوق طبع ونشر، مفيش حد يتعامل عليه غير المؤلف بنفسه او دار النشر والتوزيع اللي انا متعاقد معاه. كون انك انت بتقول لي بقى طلع لله واحنا بنعمل لله وانك انت لازم تساعد الناس، مين قالك ان انا ما بساعدش الناس؟ انت تعرفني اصلا؟ انت متابعني من امتى عشان تقول ان انا ما بساعدش الناس؟ احنا من قبل من ايه يعني؟ انت عايز يعني لو جينا نتكلم على الكتاب بس، مش هقول لك على اي حاجه تانية في المجال. الكتاب بس مشروح عباره عن 40 ساعه شرح. عارف يعني ايه 40 ساعه شرح؟ يعني لو انت اصلا بتاخد في ال5 سنين بتاعتك دراسه بتاخد 140 ساعه. 40 ساعة شرح بمجمل 23 فيديو على اليوتيوب مجاني. حتة ان انا اخلص في عملي وان انا اطلع لك حاجة كويسة في قلب الكتاب، معلومة كويسة مش منقولة ولا مترجمة من مصدر تاني، ده انا اخلصت العمل في عملي ليك عشان اطلع لك حاجة كويسة، وده لله. تمام؟ ما تجيش انت بقى تقول لي طلع البي دي اف أو يعني مش فاهمك بصراحة. عايز نسخة مجانية من الكتاب نزلت قبل كده بمزاجي لله، النسخة ب10 جنيه. مين اللي بيعمل نسخة ب10 جنيه؟ تمام؟ مين في مصر اللي ممكن ينزل النسخة الديجيتال اللي هي المفروض أحسن من الهارد بنص تمنها بخصم 50% أساسا؟ المفروض انك انت معاك الديجيتال ده يعني حاجه رقميه، يعني معاه على الموبايل، يعني اعرف اشوفه في قلب المواصلات، اشوفه في قلب الشيفت، مش شايل حاجه كبيره، اعرف ابحث عن المعلومه في ثواني بدل ما اقعد اطلعها من الصفحات اللي هو الورقي. المفروض ان هي ميزه ما هياش عيب، ولكن عامل الكتاب بخصم 50%. والناس اللي اتهجمت عليها في قلب التعليقات دي انا مش مسامحها اولا. ثانيا بعد ما يشوف الفيديو ده واوصل له المعلومه دي انا همسحه من عندي واعمل له حظر كمان. انت شخص تعبان اساسا في دماغك. تمام؟ وانا الهدف من المنشور ان انا ازود وعيك واديك المعلومه لو انت جاهل بيها، لكن انت تتطور عليها او انك انت تشتمني مالكش حق انك انت تشتمني. وهمسحك من عنده واعمل لك حظر دلوقتي، وما يشرفنيش ان انا اعرفك ولا اشوفك تاني خالص.